بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ من كل فيديو بتوحشوني. النهارده بقى هنعمل مسقعة بدون زيت خالص. كتير مننا بيعمل مسقعة بطريقة بتبقى مش حلوة كده وتشرب زيت كتير، وانا من ضمن الناس دي كنت بعمل كده، بس لما عرفت الحاجة ديت قلت اجربها كده وايه ونعملها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، من غير زيت خالص. معانا هنا البتنجان غسلاه زي الفل. تمام. في بداية الفيديو كده بدأنا الفيديو صح. اعملوا لايك كده يا عسل، واعملوا اشتراك، ودوسوا الكل عشان اي وصفة جديدة توصل لكم. كل سنة وانتم طيبين وبخير. هنا معايا فلفل شطة وفلفل رومي. تمام. هنحمره. معانا البطاطس مقطعها، هو اللي هنحمره بس البطاطس والفلفل. معانا بصلة متوسطة، معانا فصين توم، ومعانا الصلصة بتاعت الطماطم عشان هنعمل منها نسبك منها. انا عملت معاكم مسقعه مشويه على العين بردك، بس في صينيه كده باقل نسبه دهون، ودهون بسيطه. احط زيت بسيط كده. كنت عملتها في الصينيه معاكم على النار من فوق، وعملناها في الفرن باللحمه. النهارده بقى هنعملها مش باللحمه ولا بتاع، احنا هنعملها عشان ما تشربش زيت معانا، وناخد زيت قد كده واحنا بنحمرها. البهارات شطه، بابريكا، ملح، كمون. تمام. هنعملها بطريقه حلوه يا حبايب قلبي. هنا هنحط الباذنجان على النار كده من فوق وهنشويه. لا هيشرب زيت، والله كنت بعمل انا البتنجان بيشرب كمية زيت فظيعة. الحاجة دي اول مرة اعملها، وصراحة ربنا عسل. مفيش فرق بينها وبين اللي معمولة بزيت، وصحي. اللي هنحمره معاكم بس على النار هو الفلفل هو الفلفل والايه الفلفل والبطاطس، هو اللي هنحمره على النار زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. حاجة جميلة جدا. انا زي ما قلت لكم عملت اكتر من البتنجان اللي هو المسقعة اللي هو بتاع المطعم، بس كان شارب كمية زيت كبيرة، فأنا قلت بقى أعمل لكم ده. جربوه ومش هتندموا. طريقة جميلة جدا وصحية ومن غير ما يشرب زيت، وزي الفل يا حبايب قلبي. يا ريت كده مش تنسوني في اللايك وتصلوا وتذكروا الله كده. صلوا على الحبيب كده، صلوا على محمد. الصلاة على النبي تمنع دخول إبليس وتمنع الشيطان يخش البيت. صلوا على النبي كده واذكروا الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقولوا لنا رأيكم في الوصفة العسل ديت، من غير زيت من غير أي حاجة، وعملناه مسقعة جميلة. يا ريت مش تنسونا في اللايك يا جماعة، عشان والله اللايك بيرفع الفيديو. كل متابعيني واخواتي بحبكم في الله. يا ريت كده تترحموا على امواتنا بالرحمة. ادعوا لابويا بالرحمة والمغفرة، يسكنوا الجنة وهو موتى المسلمين. يا رب يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب اكرم من نزولهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده انا ولعت النار، بس النار تكون هادية يا حبايبي. النار تكون هادية عشان ما يتحرقش مننا. هنا في حلة بقى على النار هنضيف كمية زيت صغيرة كده. دي اللي هنعمل فيها تسبيكة بتاعت الصلصة بتاعت المسقعة. لازم هنحمر البصل، لازم يكون فيه زيت، بس احنا كده يعني وفرنا كتير قوي في الزيت. لان احنا بنعمل زي الكمية. انا كنت بعمل بتنجان 2 كيلو بتنجان ولا كيلو ونص بتنجان، كان بيشرب ازازة الزيت كلها. ومهما انا احط عليه ملح الاقي البتنجان بيشرب زيت برضك. مفيش البتنجان الرومي ده بالذات بيشرب زيت، كمية زيت فظيعة. حطينا البصل على النار كده، وحطينا فص توم زي ما انتم شايفين كده. حطينا فص توم في قلب الحله. 3 فصوص توم كده هرستهم وحطيتهم في قلب الحله، وهقلب كده. وهنعمل هنا الصلصه نجهزها على ما البتنجان يشوي. بس اهم حاجه ان احنا نحط البتنجان، ما نحطوش والصلصه سخنه. تكون هي يا دوبك كده. تابعوا معايا الفيديو الاخر يا حبايبي، وهتعرفوا اي حاجه انتوا عايزينها هتعرفوها جوه الفيديو. هنا بقى انا رجعت البتنجان تاني، هنشوي فيه كده لحد ما يستوي معانا. انا عملت 3 بتنجانات، ما عملتش كميه كبيره يعني. حابين تقللوا حابين تزودوا حسب عدد افراد الاسره. افراد الاسره 4، ممكن تعملوا بتنجانتين 3 4 كده، ممكن تعملوا اكتر، فحسب ما تحبوا يعني. هنا التقليه كده احمرت، وهنحط بقى الطماطم معاكم زي ما انتم شايفين كده، وهنقلب زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي اهو. نحط كميه الطماطم كلها، وهنقلب ونحط البهارات بتاعتها وتستوي زي ما انتم شايفين يا حبيب قلبي. البهارات عباره عن دي الشطه دي اختياري، ان ممكن تحطوا شطه خضراء، ممكن تضيفوا شطه خضراء، وممكن تضيفوا شطه ناشفه. انا هنا ضفت ناشفه، والخضراء مش حراقه. الخضراء بس انا حمرتها في الفلفل. ولا اي مسقعه يا بص اقول لكم على حاجه، المسقعه بتموت في البطاطس، والبطاطس بتموت في المسقعه. يعني اتنين بيحبوا بعض. المسقعه من غير بطاطس ما تتاكلش، عشان نبقى متفقين. عشان نبقى متفقين المسقعه بتحب البطاطس.
يعني لو عملت المسقعة من غير بطاطس ما تنفعش، ومن غير فلفل ما تنفعش، لازم تبقى الاتنين اشملوا التلاتة ولا أربعة مع بعض. لو كان في رابع كنت حطوا رابع. حبايبي واخواتي في الله، دمتم في حفظه وفي رعايته ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، انا مقطعه البطاطس اهيت، هنحمرها وشوينا البتنجان، هنسيبه يبرد خالص، وبعد كده اهي هنقشره. بهدل لي الدنيا هنا بقى ايه، البتنجان بهدل لي الدنيا من القشر بتاعه، اما بيستوي بيبهدل البوتاجاز. بس الحمد لله انا غسلته بعد ما خلصت كل حاجه، صبنت وعملت كل حاجه. الله المستعان. زي ما انتم شايفين كده يا عسل. ضفنا كميه البطاطس، هنسيبها بس تحمر كده، وبعد كده ضفنا الفلفل. الفلفل ما بيحمرش، يعني بيبقى حاجه بسيطه كده في الزيت، يعني تلات ارباع سوا. البتنجان بقى بعد ما برد، احنا جبنا البتنجان بقى، قشرنا القشره اللي فوق دي كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنقشر الكميه كلها كده وهنقطعه، بس مش هنهرسه بقى، احنا مش هنعمل بابا غنوج. مش بابا غنوج ده. ده بتنجان مسقعه بس، دايت من غير زيت من غير اي حاجه. بصوا بقى، هنقشره ونقطعه تقطيع كده ايه بالسكينه. احنا عندنا بنبقى نعمله بالهراسه، لو هنعمله ايه بابا غنوج. احنا هنا هنقطعه زي، بصوا بقى الطريقه، هحطه في قلب الطبق كده واقطع بالسكينه بس كده اهو. بصوا يا حبايب قلبي، هتاكلوا احسن مسقعه صحيه وجميله، وبسم الله ما شاء الله، يعني الله اكبر حاجه كده، من غير زيت خالص. جربوا الطريقه ديت ومش هتندموا، صدقوني ما هتندموا. جميله جدا اهو. هنشيل بقى البتنجان كله بنفس الطريقه اهو. شلنا القشره السوداء اللي عليه وزي العسل. يا ريت بقى لو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي كده وحطوا لايك. حطوا لايك كده يا عسل اهو يا حبيب قلبي. انا مقشره الكميه وشلت السواد اللي عليه كده في القشره السوداء اللي بره، وهنقطعه زي ما انتم شايفينه اهو. انا ما بعجنوش، يعني بقطع بس زي ما انتم بصوا كده، وهحطه على كده في الصلصه. بصوا زي ما انتم شايفين كده. هنا معانا البتنجان جاهز اهو زي ما انتم شايفين، والفلفل والصلصه انا عملتها على النار معاكم اهيت. هنضيفه في قلب الصلصه، بس هنضيف الفلفل والبطاطس الاول ياخدوا غلوه بسيطه، وبعد ما الصلصه تبرد، لازم الصلصه تبرد، هنضيف باقي البتنجان. كميه البتنجان بتاعتنا هنا، الفلفل بس اللي حطيته، خلي بالكم، الفلفل بس اللي حطيته هو والبطاطس. تمام، يعني غلوه بسيطه بس كده عليهم. وبعد كده ايه، انا هستنى الصلصه تبرد شويه، وهضيف كميه البتنجان اللي انا عملتها معاكم اهي. بتعامل معامله خاصه عشان هو مستوي، ومش هنغطي الحله، هنسيب الحله متوربه ونقلبه في الصلصه. تمام اهو. احلى طبق مسقعه صحيه جميله، بسم الله ما شاء الله. شايفين العسل، شايفين عامله ازاي؟ ما تفرقش حاجه عن اي مسقعه بتعملوها، بس الفرق ايه؟ الفرق ان هي ايه، حط قرن فلفل شطه كده حلو. الفرق ان هي ايه، من غير زيت. دمتم في رعايه الله.